قرآن لقيته من بين الركام. الله لا يسامحكم شو عملتوا فينا وبهالبلد وبهالشعب. أنا نزلت اليوم من ألمانيا على سوريا، وهلا حاليا متواجد بحي جوبر. المناظر اللي انتم عم تشوفوها ما في لسان بيحسن يوصفها، ولا في كلمات ممكن وصلكم الفكرة اللي أنا هلا عم شوفها حاليا. بس إني أمشي لاقي القرآن الكريم بهذا الشكل من الشخص يلي حتى القرآن الكريم ما سلم منه. هذا قرآننا، هذا ديننا، هذا تاج راسنا. الله أكبر. والله العظيم يا جماعة المناظر يلي بتشوفوها أقسم بالله شي مبكي. لك حتى الجامع ما سلم منه. لك لا الجامع من برا ومن جوا، ولا البنايات ولا الأراضي، كل شي حرفيا على الأرض وكل شي مهدم. ولك جوبر من أحد أعرق المناطق في دمشق. يوم صارت شاهدة على حرب صارت فيها لمدة 14 سنة. هي مدينة من المدن يلي عانوا كتير بسوريا وما سلموا منه لهالظالم. الله ينتقم منه يا رب. مأساة ضخمة جدا عانى منها الشعب وعانت منها المدن على يد نظام بشار الأسد. لك حتى التربة وحتى الأموات ما سلموا، لا الأحياء ولا الأموات. يا رب الرحمة ترجع للجميع. تتعمر هالمناطق لحتى ترجع عليها أهلها وناسها.